السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي اللي متابعيني عاملين ايه؟ معاكم مطبخ ام علي. حبايبي اللي متابعيني دايما كده، متابعيني بالخير دايما يا رب، وتعليقاتكم الجميلة كده اللي بتفرحني. بسم الله ما شاء الله، عقبال ما تفرحني بقى في الكيك ان شاء الله. طبعا انا معايا باكيتين جيلي، اللي هو جيلي المشمش. ممكن تجيبيه مانجا عادي، مفيش مشكلة، بس انا بحب اللي بالمشمش اكتر. خلاص، حطيت هنا 2 ميه مغلية، كوبايتين ميه مغلية دي يا جماعة. وبعد كده 2 برتين، ما بحطوش على النار وبسيبه هو بقى 10 دقايق وندخله التلاجة، عشان لازم عما الكيكة نعملها وتستوي معانا يكون ده برد ان شاء الله. خلاص. وحطيت 4 معالق سكر عشان ما يبقاش معاكي بس. خلاص، كل كوباية مية لها معلقة سكر. حبايبي طبعا زي ما انتم شايفين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، انا هعمل 4 صواني النهارده. ليه هعمل الصينيه بيضه واحده بس؟ هم 4 بيضات اهمت. المقادير معانا: 2 باكت بيكنج باودر والكيك شيف، معايا نص كيلو من الدقيق، سوري، سكر، معايا الزبادي اللي عليها ليمون، معايا هنا هو كوبايتين لبن حليب. خلاص. معايا هنا ال4 بيض زي ما قلت لكم، كل صينيه بيضه، والباكت الفانيليا. خلاص. ومعانا رشه ملح، وكل صينيه لها مجين دقيق. خلاص. معانا هنا هو نص مج سمنه ونص زيت. كده جميل. خلاص، هي جو حر طبعا، سايحين زي ما انتم شايفين. هستخدم ايديا. الجمال ده يا ام علي. اللهم صل على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا كنت عاملاها في سهرايه كده يا جماعه، عجبتهم قوي، فبنكررها تاني ان شاء الله، عشان كده عامله كميه زي ما انتم شايفين. مش هحط البيضه إلا لما الاقي السمنه مع السكر يقوموا يدوبوا كده، والسكر بتاعي يكون ناعم ما يكونش خشن. شايفين؟ طبعا سارح سارح كده اهو. نعمل معاكم النهارده كيكه المانجا خرافه يا جماعه. شايفين القوام اتغير ازاي؟ هننزل بالبيض بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. باكت الفانيليا حبايبي، البيض، الفانيليا. خلاص. وهنحط معلقه خل كده. تمام، كله جميل. اللهم صل على النبي يا جماعه، ايه الحلاوه دي؟ ولا مضرب ولا خلاط، يلا مفيش احلى من ايدينا كده. الدقيق انا نخلاه يا جماعه، يديله كده حاجه عسل ان شاء الله. خلاص. وصلنا كده اهوت للمرحله ديت. هنعمل يا جماعه، ال4 مجات دقيق بتوعي زي الفل. رشه الملح الجميل. خلاص. هننزل بقى الباكيت البيكنج باودر والكيك شيف. كله جميل كله جميل. واديله بقى يدي واضرب اضرب 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 كده اهو، لحد ما الخليط بتاعنا يبقى حلو كده معاكي كده. معانا اهو الحليب، ومعانا الزبادي اللي حطينا عليها الليمون، عادي استخدمي ايدك. معانا اللبن بخير يا جماعه، وفي الوش بتاعه كده جميل. خلاص، ونضرب بقى. يعني حبايبي زي ما انتم شايفين الخليط بتاع الكيك بتاعنا خلص وبقى كله تمام. شايفين القوام بتاعه عامل ازاي؟ شايفين؟ ما يبقاش ولا خفيف ولا تقيل. خلاص، هننزل بقى احنا بالمكونات بتاعتنا. طبعا انا عامله الصواني، بعرف انا مقدار الصينيه يا جماعه، انا بفضي كده، مش عايزاها تخينه قوي. خلاص. زي ما انتم شايفين كده، بهزها شوفها محتاجه، انا مش عايزاها تخينه. شايفاها كده تمام، محتاجه سنه صغيره احط لها. خلاص. هنروح بقى على القالب التاني كده اهو. طبعا اللي هتتكلم معانا الصينيه الاولانيه ان شاء الله النهارده بكل حاجه كده ومكوناتها جميله. خلاص. خش على التاني. انا مش عايزه الصينيه تخينه قوي كده. تمام، عملنا كده 3 صواني. الله ينور يا ام علي. دخلنا في الصينيه الرابعه. طبعا لو عندك بقى عزومه، عندك عيد ميلاد، عندك اعملي بس المقدار ده اهو، وعلى تجربه، وادعي لي بقى. خلاص. هندخلهم الفرن يبردوا بقى، ونرسمهم ونزوقهم مع بعض. طيب قلبي، طبعا احنا الجيلي بتاعنا اول حاجه بدأنا بها في التلاجة. دلوقتي هنعمل الكريم شانتيه بميه متلجه، بس اللي هي ميه ساقعه كده اهو، يكون فيها تلج كده عشان تضمن ان هي ساقعه جامد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. 3 معالق سكر مليانين، وكوبايه كريم شانتيه مليانه كده اهو زي ما انتم شايفين.
هنضيفها طبعا كده اهوت في البولة بتاعتنا. خلاص. انا والله ولا بضرب بمضرب ولا اي حاجة، بالماء المتلجة كده اهوت زي ما انتوا شايفين. وبقى بقلب اقلب اقلب زي ما انتوا شايفين كده اهوت. قابل معايا ميه هحط برضو، عايزه تحط حليب مجمد حطي، بس انا بحط ميه مجمده كده بيبقى جميل جدا. والله العظيم بيلف معايا في ثانيه، ما شاء الله ما شاء الله، حلو قوي. حطي الميه ما تحطيهاش مره واحده، حطي بالتدريج، ولا مضرب ولا خلاط ولا اي حاجه. عملنا كيكه ببيضه واحده، صينيه كيكه، كل صينيه من اللي انا عاملاها ببيضايه واحده. ما شاء الله ما شاء الله. خلاص ان شاء الله يبقى معاكم فيديو زي العسل. حبايب قلبي طبعا شايفين الكيكه بتاعتنا طالعه طريه وجميله جدا جدا جدا، يعني شايفين حلوه قوي ما شاء الله. احنا بس هنشكيها بالشوكه كده كده، شوكه جنب الشوكه كده، عشان لما نسقيها هسقيها كوبايه اللبن. كوبايه اللبن دي محلياها يا جماعه بمعلقتين سكر عشان تبقى طعمها ايه، هي حلاوتها كويسه برضه، بس برضه ايه نغذيها كده. تمام كده عشان تشرب اللبن كويس، تبقى حلوة معانا برضو. دي برضو هنغصهم عشان برضو نفس الحكاية، وبرضو دي هتتشك كده بالشوكة ما شاء الله. شايفين يا جماعة طلع طرية وتحفة تحفة كده جميلة يعني. طبعا التانية الرابعة معانا بتبرد اهيت بس كده. بس كوباية الحليب، معلقتين سكر، وهنسقيها باللبن. متخافيش، ده لبن كوباية كده ما شاء الله. اللبن عندك يكون ايه يعني درجة حرارة الغرفة كده، ما يبقاش لا ساقع ولا سخن. خلاص ممكن نستخدم كده اهو على طول، يلا متخافيش عشان تبقى طرية وحلوة. خلاص كل صينية هنديها كوباية لبن زي ما انتوا شايفين كده اهو. بس كده نعمل الصينية اللي بعديها على ما دي ايه. ماشي حطي بقى الكريمة مع بعضها. حبايبي طبعا زي ما انتوا شايفين انا طلعت من المطبخ بقى حر، حطيت الكيكه كده على الترابيزه. وطبعا دي المانجا اللي انا مجففاها ومعرفاكم انا عاملاها ازاي، مخزناها يعني. طلعت شويه كده اهوت زي ما انتوا شايفين، مانجا زي العسل، كريم شانتيه اللي عملناه بالشوكه يا جماعه. شايفين هنستخدم كده اهوت ما شاء الله على الكيك بتاعنا، وبشويش كده اهوت. وزعي معانا الكريمه كده ايه. احنا طبعا سقيناها لبن وهي كانت طبعا جميلة كده هشة كده ما شاء الله، الكيكة ناجحة يعني جميلة جدا. انتوا شايفين كده اهوت. تحط الكريمة، ممكن تحطها في قرطاس حلواني عادي مفيش مشكلة، او كيس تلاجة عادي وتحطي بيه اسهل لك، بس انا ايه بستسهل كده الصراحة يعني. خلاص هنعدلها كده اهوت، وهنعمل غيرها برضو اهيت ما شاء الله، عشان عاملة هدايا، واحدة هدية كده معايا لواحدة عزيزة عليا، تقول لي رأيها بقى لما تدوقها. خلاص هعدلهم كده واسويهم واحنا بنرشش المانجا هجيبهم معانا. قلبي طبعا زي ما انتم شايفين المانجا بتاعتنا هنرشرشها خلاص زي ما انتم شايفين كده اهوت. عشان ايه المفروض الحاجه تخلص قبل الكريمه ندخلها التلاجة على طول. المانجا بتاعتنا اللي زي العسل، طبعا انا استخدمت ايديا كده اهوت عشان ننجز بسرعه. الحلاوه دي يا ام علي، شايفين. ايه رايكم بقى في صينيه الكيك بالمانجا النهارده؟ حكايه يا جماعه. ايه الحلاوه دي يا ام علي، دي القد دي بقى. شايفين عظمة على عظمة يا أم علي. حتت قطع مانجا ما قطعتهاش، طالعة معايا كده ايه، هتبقى حتة ايه كيكاية بالمانجا كده، عسل عسل عسل. هتقوموا على طول عشان تجربوها ان شاء الله. تقولوا لي بقى رأيكم، بس تمشوا بالخطوات زي ما انا عاملة بالظبط.
بصوا، والله عامله حفله يا جماعه. ام علي عامله عيد ميلاد النهارده، تعالوا اتفضلوا عندنا. ايه رايكم بقى؟ شايفين حلاوه دي يا ام علي؟ بصوا هننزل بقى بالجيلي خلاص. بس انا بسويهم كده اهوت حبايبي. زي ما انتم شايفين، احنا خلاص حطينا المانجا. اخر حاجه بنحطها الجيلي. الجيلي تطلعيه ايه قرب ما يقرب يجمد كده اهو. خلاص هتنزلي بالجيلي بالراحه كده اهو. هو الجيلي بس عشان يدينا تلميعه مش اكتر. خلاص مش عايزه الجيلي، انا هنسيب واحده من غير جيلي. اللي ما بيحبش بيحط عليها الجيلي خالص. يقول لي لا يا ماما، عايز سمنه من غير. فانا عملت كده وكده. وفي طبعا صينيتين طالعين بقول لكم معانا كده ايه يا حبايبنا. طبعا هنعمل دي خلاص وهنحط لها الجيلي بتاعها برضو زي ما انتم شايفين كده اهوت. وندخلهم التلاجة. سيبها بس ساعتين. تسيبيها يوم كامل لو عاملاها من بالليل وتقدميها تاني يوم مفيش مشكلة. دخلهم التلاجة وهنقدمهم مع بعض. حبايب قلبي طبعا شايفين بقى الكيك اللي انا عملته معاكم تحفة تحفة. قلت بقى اوريكم الشكل الاخير بقى. عملت الاربع صواني عشان نبقوا مع بعض صراحة كده يا جماعة. جميلة جميلة. هنقطع بقى ونتعامل اهو. شايفين؟ ما شاء الله ما شاء الله. ايه الجمال ده؟ تحفة يا جماعة. كده اهوت. وبعدين نقطع بعدين عشان اوريكم بقى ايه الجمال بتاعنا النهارده. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. شايفين يا حبايبي؟ طبعا جاتوه جاتوه والله العظيم مش كيكه جميله جدا جدا جدا. تستاهل التجربه منكم. شايفين؟ ناعمه كده طريه كده جميله جميله جميله. يلا قولوا لي رايكم بقى. عايزه تعليقاتكم الجميله كده. وقولوا لي ايه رايكم بقى في الكيك اللي احنا عملناه الجميل ده هو. وعايزه بقى ايه تقولوا لي ايه رايكم بجد بجد يعني. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.